السلام عليكم البنات. اليوم جيت نهضر لكم على المشكل اللي كان عندي هو التشنج المباني. نهار تزوجت تقريبا دابا 4 شهور ما كنتش عارفه عندي مشكل ديال التشنج. كنت فيما بغيت ندير ليله الدخله كنت نحس براسي انني دابا مبلوكيه وديك البلاصه كتجمع بزاف. صافي بقيت كنقلب في اليوتيوب كنقلب شنو الحل عندي. مشيت درت الرقيه، غسلت بالماء فيه القران، ما خليت كلتيك ما تقاف، مشيت حيدت تقاف، ما خليت، ما درت 4 شهور وانا تنقلب على الحل. تلقيت عند القناه في اليوتيوب ديال اخت امان بالصدفه تنقلب تنكتب التشنج المهبلي، حيت انا باش نعرفوا انه تشنج دخلت في الفيسبوك لقيت ان البنات كانوا تعانوا من نفس المشكل. تيقولوا ملي تيبيقيتهم راجلهم كيحسوا بحال شي عود يدخل لك في عينيك. هذاك هو المشكل اللي عندي انايا. صافي دخلت لهاد القناه تاع اخت امان، تواصلت معها، بعدا تصنت الفيديوهات وتواصلت معاها والحمد لله تنشكرها بزاف والله العظيم. الا واخا نشكرها حتى نعيا، هذيك البلاصه ما كنتش تنقدر تنقيسها. الحمد لله دوزت ليله الدخله والحمد لله تحيد مني المشكل ديال التشنج وحيد مني المشكل ديال الخوف. الله يخلي لها وليداتها. وبغيت نقول للبنات اللي عندها شي مشكل ديال التشنج ولا باقي ما دايره ليله الدخله تواصلي مع الاخت امان، ما تردديش كاع اي حاجه زعما اللي تحبسك على هاد القناه ولا تحبسك على العلاج. ديري النيه وبداي معاه والله تتلقاي الحل بالله عن تجربه. ايوا السلام عليكم.